البارح خرج بوصفلو في واحد البودكاست وحتى هو كان عنده نفس الراي لا طومبيك كيفاش كيشوفوا مؤخرا في صحه الراب، وتاكيدا لما سبق كايديولوجيا ماشي غير كلاش موسيقي ومحاولة استرجاع السلطة الرمزية على المجال اللي باقي فيه طومبيك كمؤسس تاريخي. ما عرفتش شنو يكون طاح له في دماغه. يمكن باغي يولي، باغي يبقى داك البوس داك باي طريقه، فهمتي؟ يمكن ما دارهاش بالراب، بغى يديرها بالبرامج ولا بغى يديرها بليزانترفيو ولا بغى يديرها من هذه شحال. والبلاد خدامه باش يتاثر هذا الشيء مزيان. تفيلتر على الارتيست، فهمتي؟ اللسان ديال الرابر راه كيتفيلتر باش يكون عنده هذا الشيء، فهمتي؟ ولا خصني ندير الموسيقى اللي دوزني في الراديو. الا فكرتي غير هكا ديال ندير الموسيقى اللي دوزني في الراديو، يعني شي حاجه ماشي هي هذه. فهاد الخرجه الاعلاميه بوز لمح لان البيك ولا يشوف راسو كنوع من السلطه، وكذلك قال انه ضد على ان الراب يولي كيتفيلتر، يعني يولي متحكم فيه في الكلام اللي تيتقال. ساعه اخرى هو ضد انه يكون مفعول به. انا كنشوفوا الجانب التوريق بوز هو انه شخصيه متمرده رافض ينتمي او يخضع للجهات. نلاحظوا ان البيك نجح انه يبرز نفسه في ساحه الراب كرابس للسوق. النقيض ديالو بوز الشخصيه المتمرده غير خاضعه التصرف. خلال هذه المعطيات كنستنتجوا ان الرد ديال بوز غيكون على الشكل التالي. الا خدينا منطق البيفات اللي سمعوا في الراب المغربي بخصوص الشخصيه ديال بوز، نقدروا نتصوروا كيفاش غادي يكون الريال. نضمون الخطاب غادي يضطر قبلني ان البيك مابقاش كيمثل الهويه الحقيقيه ديال الراب المغربي، ان الجيل الجديد هو اللي عنده الشريط يقدر على انه يقلب الطاوله وما يجاوبش على السب المباشر، بل يفرغ الخطاب الايديولوجي ديال البيك ويبينوا انه قديم منفصل على الواقع. من حيث الرمزية يقدر يستغل رموز ثقافية أمازيغية محلية باش يعطي الشرعية، ويقدر يطرح راسو كصوت الشارع الجديد ضد الآباء المؤسسين اللي كيحتكروا الموروث. خلاصة نقدروا نقولوا أن بوزفلو غادي يستغل الشوكة ماشي غير باش يجاوب على الكلاش مباشرة، ولكن باش يبدل قواعد اللعبة ويبان هو المشروع البديل. اليوم شفنا كيفاش كلاش ديال البيك مشابهين الخطاب ديالو ماشي غير كلاش موسيقى بل كإعلان الهوية، لكن يكون هوية ما كتمثلش بلا الغير. والسؤال اللي باقي معلق كيفاش غادي يكون مرض بوزف؟ واش غادي يبقى في حدود الدفاع ولا غادي يقلب الطاوله ويقدم البديل؟ الجواب باقي في الانتظار، هو اللي غيزيد التوتر ويخلي المشهد كامل يعيش على ايقاع الكلاش المرتقب.